حافظين زين لو ما حافظين؟ نص مو 0 و30 و60 ساين كوساين حافظين ولا لا؟ ها؟ هذا شنو؟ صليب. اوكي؟ يلا مكانات الزوايا هنا ماكو شيء. مكانات الزوايا حافظين؟ يا زاوية 0 بعد منو وياها؟ 2 باي اللي هي 360 درجة، مو صحيح ولا لا؟ من هنا 90 بعد هنا من 180 هنا من 270 درجة، مو مكانات حافظين. يلا باوي عندي 4 مربعات راح اكتب بهن ارقام. هنا أنا راح اجي اكتب الصفر، هنا اجي اكتب الصفر، وهنا الواحد وهنا السالب 1. مكانات الزوايا حافظين انتم، بس احفظ بهذا الافق 0 فوق 1 وجوا سالب 1 باولي هسه. ذني زوايا الكبار هن نواتجهن شلون؟ كل زاوية الساين مالتها قبالها، يعني ساين الصفر ايش قد؟ 0. ساين 360 0. ساين 90 1. ساين 180 0. ساين 270 سالب 1. هذه حاسبه ورقيتها، مو بالامتحان تجيب حاسبه ممنوع، هاي حاسبه سويها على الورق، لا تحفظ لا ساين الصفر ولا 30، سويها خلطتها هذا التخطيط البسيط، طلع الساين، سجل اللي بعدين الكوساين. مو الكوساين الزاويه هذه الرقم اللي وراها وعكس عقرب الساعه تمشي. يعني شلون؟ هسه قلنا ساين الصفر ايش قد؟ 0. كوساين الصفر شو يصير؟ 1. شوف ساين 90 الساين كبار، كوساين ورا. كوساين 90 شو راح يصير؟ 0. ساين 180 0. كوساين 180 سالب 1. ساين 270 سالب 1. وهاي حتى بعد لا تقول ها نسيتها اشتبهت بيها، هذه يمك بالامتحان سويها وتحتاجها. هذا مو بس هنا، تحتاجها بعد بالمساحه هم بالتكامل، وتحتاجها بالفصل الاول موضوع دي مقابل هم دي زوايا. واضح؟ اذا هسه 0 وال 90 وال 180 وال 270 ساين وكوساين تحت ايدك. خوش حكي؟ ساين وكوساين ذني تان ذني قوانينهن، اذا ممكن انت ما تحفظ ولا زاويه وتطلع الساين والكوساين وبعد والتان والكوتان والسيكت والكوسيكت بعقلك بالاستنتاج. يعني هسه انا مثلا اريد ساين الصفر 0. كوساين الصفر ايش قد؟ ردت التان شو يساوي؟ ساين على الكوساين. ما حافظه انا ولا حفظه. زين؟ يلا التان ساين على الكوساين، ايش قد ساين الصفر؟ 0. كوساين 1 0 على 1 0. افتهمت هسه شلون؟ هاي سالب ما له علاقه، هذا مو شغل سادس، هاي كلها اساسيات. واضح؟ هذا بالنسبه للزوايا. بعد ايش عندك زوايا؟ 30 منهم وال60 وبعد وال45 حافظين لو نكتبهن؟ اكتبهن للي ما حافظهم. اوكي؟ يلا باوع لسه شويه هنا ال 45 مستقله، الحزب وحدها. ساين ال 45 يساوي كوساين ال 45 درجه، ويساوي 1 على جذر 2. اخو ما عنده مشاكل هذا. وين المباراه بين من ومن؟ الديربي. هنا المصيبه. انا راح اسالك سؤال. 30 وال60 من الاصغر؟ 30 وال 60؟ 30 اصغر وال60 اكبر منك، عم بيعرف هذه؟ الساين والكوساين تخيل وياي، ساين كوساين باللفظ من الاطول؟ اكبر. كوساين. شوف ساين وذيك من كوساين، ها؟ والكوساين مقطعها شنو؟ اطول، مو صحيح ولا لا؟ اذا التقت الزاويه الصغيره 30 و60، من هي الصغيره؟ 30. الزاويه الصغيره من بيهن؟ يلا بس 30. ويا الداله الصغيره، من هي الصغيره؟ ساين. خوش حكي؟ تعطيني نص. يعني ساين صغيره، صغير نص، داله صغيره زاويه صغيره. واذا التقت الزاويه الكبيره، من هي؟ الداله الكبيره من هي؟ كوساين. ويا الزاويه الكبيره هم تعطي نص.
نفس الشيء، احفظها. يعني إذا التقى الصغير مع الصغير والكبير مع الكبير يعطي نص. ساين دالة صغيرة وال30 هم صغيرة يعطي نص. كوساين دالة كبيرة وال60 كبيرة هم يعطي نص. إذا الصغار ويا الصغار والكبار ويا الكبار ايش يعطي؟ نص. إذا تخربطت، يعني شنو تخربطت؟ الدالة الصغيرة ويا من؟ ويا الكبير، مو يعطي جذر 3 على 2، حتى رقم مخربط مثلهم. إذا السواوي ساين الدالة الصغيرة ويا الزاوية الكبيرة، شوف صار اختلاف، يعطي جذر 3 على شنو؟ على 2. الدالة الكبيرة كوساين ويا من؟ ويا الزاوية الصغيرة هم يعطي جذر 3 على 2. إذا نقدر نكتب الزوايا هسه كلهن ممكن نحفظهن معهن. واضح؟ إذا الإنسان من تسألني ساين 30 صغيرة إذا شنو؟ نصف. كوساين 60 كبير شنو هذا؟ نصف. ساين 60 جذر 3. كوساين 30 طبعا هذا الصوت له دور، يعني كبر ونصغر وذني الصليب قدامك يعني